بسم الله. أهلا بيكم في يوم جديد وفي مدرسة جديدة، ولكن من أهم وأعمق المدارس المصرية القديمة. معبد أبيدوس، أزير وعلاقته بمفهوم الحج في مصر القديمة. هل الحج في مصر القديمة بالمنظور المصري كان شكله عامل إزاي؟ أفكاره إيه؟ فلسفته إيه؟ الشعائر بتاعته نظامها إيه؟ والكونسبت اللي كان بياخده الحج من هذه الشعائر اللي بيعملها مرة كل سنة إن قدر. فعشان نتكلم عن الفكرة دي، تعالوا نحكي ونبدأ قصتنا بدايما المعلومات الهامة. ليه تم بناء المعبد أو المكان المقدس أو المدرسة بتاعت الحج في هذه المنطقة؟ ليه اللوكيشن ده على الأخص؟ وفي منطقة أبيدوس في البليانة في سوهاج. وبعد كده نتكلم عن القصة أو الأسطورة اللي منها نعرف مفهوم وفلسفة الحج في مصر القديمة. وبعد كده ندخل ونشوف المسار بتاع الحج جوه المعبد كان شكله ايه، والناس اللي كانوا بيروحوا يحجوا كانوا بيعملوا ايه، وكانوا بيعملوا الأداء بتاع الطقوس ازاي، وكل شعيرة أو كل طقسة ليها معنى أو ليها فلسفة. أول حاجة، ليه المكان المقدس في هذه المنطقة؟ ليه اللوكيشن ده؟ المعبد ده مبني في محاذاة لمجموعة نجمية مهمة جدا جدا في السماء، اسمها مجموعة نجوم الغراب الكرو. مجموعة نجوم الغراب في مصر القديمة كان ليها أهمية وليها ارتباط كبير جدا جدا مع أوزير، إن كان من ضمن رموز أوزير الغراب، لأن الغراب رمزيته إن هو ماسنجر، رسول. الغراب ليه علاقة بسلوكيات الدفن في مصر القديمة، ان هم كمان شافوه برضو ان هو من المجتمعات اللي عندهم جنازة وعندهم طقوس للدفن وعندهم مورالز وعندهم محكمة وعندهم اخلاقيات، فشافوا في سلوكيات الغراب ان هو له علاقة كبيرة جدا بفكرة الموت والدفن والبعث والجنازة والشعائر بتاعتها. فارتبط الموضوع كله بفكرة الموت والبعث الأوزيري في مصر القديمة. فعشان كده شافوا مجموعة نجوم الغراب موجودة فين، اللوكيشن الالايند معاها، وقرروا ان هم يعملوا المعبد في المكان ده علشان يكون كل الطقوس اللي بتؤدى للحج في المكان ده. القصة المرتبطة بالمعبد واللي لها علاقة بالشعائر بتاعة الحج بتتكلم في فكرة الموت والخلود. الموت أو نهاية نسخة من الحياة وبداية نسخة جديدة من الإنسان أكثر سموا وأكثر تسامي وأكثر رفعة، أكثر أخلاقية في الحياة. في مصر القديمة القصة بتحكي لنا الأسطورة اللي في الصراع ما بين أوزير وما بين أخوه ست، وبتكلمنا إن أوزير كان بيحكم الأرض الخضراء أو أرض الوادي، وعلم الناس الزراعة، وعلم الناس طهي الطعام، وعلم الناس صناعة الصوامع عشان تخزين الغلال، وعلم الناس كل حاجة، وكان وزير محبوب جدا. وست كان بيحكم الصحراء اللي فيها الذخائر وفيها المعادن وفيها الأحجار وفيها المناجم والحاجات الجميلة، فيها تريجرز. ولكن أوزير كان مثالي زيادة عن اللزوم، كان مثالي بطريقة لا تتناغم مع قانون الحياة الدنيوية اللي فيها أبيض وأسود، واللي فيها نظام وفوضى، واللي فيها ظلام ونور، واللي فيها كل شيء ونقيضه الدواليتي. فأوزير كان مثالي زيادة عن اللزوم، والنتيجة إن بسبب مثاليته لما ست بدأ يغضب، اشمعنى هو بيحكم الأرض الخضراء، وليه هو محبوب من الناس، وليه هو كذا، فبدأ ست يدبر مؤامرة للتخلص من أوزير
ولكن هنا الفكرة العجيبة جدا في الأسطورة المصرية القديمة، هو ليه أوزير ولا مرة قرر إن هو يدافع عن نفسه؟ ليه ما دافعش عن نفسه لما أخوه قفل عليه التابوت وحدفه في النيل، والنيل خده لحد جوبيل في لبنان، وإيزيس رجعته مرة تانية؟ ليه أوزير ما انتقمش من أخوه؟ ليه ما قررش إنه يدافع عن نفسه؟ ليه ما قررش إنه يحارب ست؟ هو أثر ال السلام، كان مثالي قوي، اللي هو انت عملت كده معايا وانا مسامحك، انا هعيش فضلة السلام والمحبة. ومرة تانية ست يقتل اخوه اوزير ويقطعه ل 14 حتة، ومرة تانية ايزيس تدور عليه وتجمع الاجزاء بتاعته وتحييه مرة تانية، وبرضه مش عايز يتكلم ومش عايز ياخد اكشن مع اخوه برضه بمثاليته. عشان كده اوزير ما كانش ينفع للحياة، عشان كده قرر ان هو يروح للجانب التاني، الحياة اللي هتبقى تنفع معاها المثالية، الحياة اللي تنفع معاها المثالية، النسخة الافضل اللي الكل بعد كده من البشر هيسعى الى الوصول اليها. ان احنا كلنا بنسعى الى الاوزيرية، النسخة الافضل، النسخة المثالية من نفسنا. فاذا الانسان في حياته عمل واجتهد واشتغل عشان يوصل للنسخة الافضل من نفسه، النسخة المثالية، اذا الانسان وصل للنسخة المثالية هيوصل للأوزيرية، الخلود والبقاء والجنة والحياة الإترنتي. فدي الأسطورة أو دي القصة. تعالوا بقى ناخد القصة دي بالمفهوم ونفصصها كده، ونشيل الجانب الليجند الأسطوري بتاعها، ونشوف الجانب الرمزي اللي جواه. كل إنسان في مصر القديمة كان نفسه يبقى أوزير. يعني إيه يبقى أوزير؟ يعني لما يموت ويروح العالم والحياة التانية، يروح الجانب اللي فيه الأرواح النقية الخالدة، يروح الجانب اللي فيه الارواح النقيه الخالده. لما يتوزن القلب بتاعه كده اللي فيه الاعمال مع ريشه الماعز، يطلع القلب بتاعه متناغم مع الماعز، الصدق والعدل والمساواه والتوازن، فيبقى أزير، يتحول الى انسان خالد في الجنه. ودايما كانوا بيحاولوا الابتعاد على الفناء، ان هو ما يوصلش للجانب التاني اللي برضه خالد، اللي برضه خالد، لكن مشكلته انه مش خالد في الجنة، هو مشكلته انه خالد في الهل، في الجحيم، في الفناء. فكل انسان بيسعى في مصر القديمة انه يبقى أزير. طب ازاي ابقى أزير؟ ازاي ابقى انسان خالد؟ عشان تبقى انسان تستحق الأزيرية، تستحق الخلود، الاله يعطيك الخلود، فانت لازم تعمل ابجريد للنسخة بتاعتك. كل ما زادت المثالية بتاعتك اكتر، كل ما قربت خطوة من الأزيرية. كل ما زادت المثالية بتاعتك قربت اكتر من الأزيرية. طيب، ده يوصلنا لحاجة مهمة جدا. ازاي اعمل ابجريد، وازاي اطور النسخة بتاعتي، وازاي اقرب خطوة اكتر من المثالية عشان يبقى انا استحق الأزيرية في مصر القديمة؟ عشان استحق الأزيرية في مصر القديمة فانا لازم اعمل شعائر، سموها في مصر القديمة، او طقوس سموها في مصر القديمة حج. سموها حج، دي لغة مصرية قديمة. كلمة حج دي معناها أبيض، ومعناها نقي، ومعناها منور. أبيض، نقي، منور. 3 كلمات بتشير إلى إن أنا هعمل مجموعة من الطقوس، هعمل مجموعة أو هروح أعمل تجديد لمجموعة من العهود ما بين الإنسان والإله. العهود دي هتساعدني ان انا انقي نفسي من الاثام اللي ممكن اكون عملتها خلال سنة مضت. عشان كده في مصر القديمة الحج كان بيبقى كل سنة، اللي يقدر يروح كل سنة يروح وماله. وده نفس مفهوم الحج في كل العقائد والاديان. الناس ما كانتش بتروح الحج
عشان خايفة من الإله، ولكن عشان الإله بيحب الجدية والاستمرارية. يحب استمراريتك على العهد. أنا على العهد طول ما أنا قادر هروح وأزور وأجدد العهد. أنا على العهد طول ما أنا قادر هفضل مستمر أروح وأجدد العهود الإلهية مع الإله. فأنا مش رايح عشان خايف من الإله، أنا رايح محبة في الإله، محبة في استمرارية تجديد العهد مع الإله. فده كان مفهوم الحج في مصر القديمة. أنا خدت عهد مع الله إن أنا هروح أقابله مرة كل سنة، أجدد العهد وأقول له أنا على الطريق. فلما أروح أجدد العهد وأقول له أنا على الطريق وأعمل شوية بروميس، عهود أو قسم أو وعود أوعد بيها الإله، فأنا كل مرة بروح بعمل تنقية لنفسي وبعمل استمرارية وجدية على تجديد العهد. وده بيحصل ريفليكشن على حياتي، ان انا المثالية عندي بتزيد والبيوريتي عندي بتبدأ تزيد ستيب ورا ستيب، لحد ما الانسان بتنتهي المسيرة بتاعت حياته الاولى الدنيوية الليميتد المحدودة، وبيوصل الى العالم الثاني الغير محدود، فيلاقي ان النتيجة والجزاء بتاعه هو انه نال الأزيرية، يوصل للنسخة السامية ويدخل البرادايس في الخلود. فدي فكرة الحج، التنقية. انقي نفسي، افلتر ذاتي مرة بعد مرة، سنة ورا سنة، ما استناش انها تتكاوم على بعضها واروح مرة واحدة، لان انا مش ضامن انا هموت امتى. فانا افضل كل ما كان عندي فرصة في السنة اروح واجدد العهود الأزيرية. ومن هنا كان الكونسبت بتاع الحج هو مش مجرد مجموعة من الطقوس الإلهية أو الطقوس الدينية بتتم كده وخلاص راندوملي، ولكن هي مسار مهم جدا بتتجدد فيه الروح وترتفع فيه الروح وترتقي فيه الروح مرتبة أكتر وأكتر إلى المثالية. لذلك الناس اللي بتروح الحج وبتأدي الشعائر عن فهم وإدراك مستحيل يرجعوا من الحج كما كانت نسختهم قبل الحج. عشان كده المكان ده والشعائر دي لما الإنسان بيعملها بيعلن حرفيا في نهايتها، لما بينهي الطقوس دي بيعلن فيها موت نسخته القديمة، وإنه راجع بنسخة وبوعي جديد تماما. فهو ارتقى مرتبة إلى الكمال، إلى ال 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 الرفعة، السمو، المثالية. فاقترب مرة في مرة في مرة، ورحلة في التانية وتجديد عهد ورا التاني لحد ما بيوصل للدرجة العالية جدا جدا من المثالية. ازاي الكلام ده كان بيحصل؟ عشان كده لما بنبدأ وبنقف قدام المعبد قبل ما بنبدأ ندخل ونأدي الشعائر، هنلاقي حاجتين مهمين جدا في الاتموسفير بتاع المعبد، لازم دايما نخلي بالنا ونوجه نظرنا إليهم. وانت واقف عند مدخل المعبد بتلاقي الصورة الجميلة دي على العمود اللي على يمينك وعلى العمود اللي على شمالك، متصور بنفس الوجهة بالظبط. الملك واقف وماسك في ايده الصولجان ده، هو اسمه حج، الصولجان بتاع النقاء والطهارة والبياض، وبيشاور بإيده وكأنه بيقول للناس اتفضلوا، كأنه بيدي الإشارة لبداية شعائر وطقوس الحج. تنقية الروح، لقاء مع الإله، عطاء وقسم 7 من العهود بتجددهم مع نفسك ومع الإله. هذه العهود بتطور حياتك، وانت بتعمل بروميس ان هما هيبقوا المسار بتوع الحياة بتاعتك أثناء الحياة الجديدة. فانت بالعهود ولقاء الإله وتجديد اللقاء سنة بعد سنة، سنة بعد سنة، بيزيد نقائك وبيزيد رقيك وبيزيد التسامي بتاعك وبتزيد الفكرة بتاعت زي ما قلنا كده اللي هي التكامل او المثالية بتاعتك. فسنة ورا سنة كل ما المثالية زادت بيجي في وقت معين خلاص المثالية في اعلى ليفل ليها وانت لسه عايش في هذه الدنيا،
وفي مرحلة معينة الإله بيختارها، بيقول لك هنا announcing حياتك الأرضية خلصت، وأهلا بيك في رحاب الجنة، أهلا بيك وسط الخالدين.